السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد رفع عدد تذاكر الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا إلى 52 ألف تذكرة، موقع تذكرتي يعلن نفاذ جميع التذاكر بعد ساعات من طرحها، وتخصيص 2400 تذكرة لجماهير الرجاء المغربي. أخبار متداولة بأن لجنة الانضباط قررت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وتحذير النادي الأهلي وتغريمه 200 ألف جنيه. واتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي ينفون ورود أي إخطار يفيد بذلك من لجنة الانضباط. رغم نفي النادي الأهلي ورود أي إخطار يفيد بإيقاف كهربا، ولكن إدارة النادي تتخذ خطوات سريعة ردًا على انتشار هذه الأخبار، وأولها التلميح للانسحاب من مباراة السوبر القادمة أمام الزمالك. ومصدر من النادي الأهلي: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا. أولاً، كيف تصدر عقوبة على وقائع مر عليها عدة شهور؟ ثانياً، هل تم انتداب فريق فني معتمد من متخصصين لتحليل فيديو الواقعة وأفاد بإدانة اللاعب، خاصة وأن الأهلي قدم فيديو يوضح براءة اللاعب من اتهام سب الزمالك أو الإساءة له أو لجماهيره؟ ثالثاً، لا يجوز لائحياً الجمع بين عقوبتين ما بين إيقاف وغرامة مالية. رابعاً، ما هي اللائحة التي تم الاستناد عليها في تطبيق عقوبة كهربا لمدة 12 مباراة وغرامة مليون جنيه؟ خامساً، لا نفهم حتى الآن لماذا لم يتم الإعلان عن العقوبة في بيان رسمي واضح للجميع. سادساً، كيف سيتم تطبيق العقوبة على رئيس الزمالك الذي تم عزله من الأساس بحكم قضائي؟ سابعاً، الأهلي معترض من الأساس على طريقة اختيار لجنة الانضباط لأنها جاءت بالتعيين وبتدخل من وزارة الرياضة، واللوائح توجب أن تكون بالانتخاب من الجمعية العمومية باتحاد الكرة. ثامناً، لماذا تم نظر هذه الشكوى بالذات رغم أن النادي الأهلي قدم الكثير من الشكاوى لتجاوزات لا يمكن السكوت عليها ولم تنظر حتى الآن؟ أحمد شوبير، المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، يقول أن التظلم على عقوبة كهربا يوقف تنفيذها حتى النظر فيها مرة أخرى. رغم انتشار أخبار عن إيقاف اللاعب محمود كهربا ضمن قائمة الأهلي لمباراة سموحة. غيابات الأهلي عن مباراة سموحة: علي معلول وحسين الشحات للراحة، أحمد عبد القادر ورامي ربيعة وكريسبو للإصابة، حمدي فتحي لتراكم البطاقات، برونو سافيو وشادي حسين استبعاد فني. اتحاد الكرة: 3000 مشجع الموقوفين من مباراة فاركو ممنوعين من حضور مباراة الرجاء، فالإيقاف ليس في الدوري فقط، ونظام تذكرتي سيغلق على الجماهير التي تعرضت للإيقاف في أول مباراتين بعد القرار. مرة أخرى، النادي الأهلي يفتح ملف التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو ثنائي فيوتشر في الموسم القادم، واللاعبان يرغبان في الانتقال للقلعة الحمراء ولا يوجد لديهم مانع. والأهلي ينتظر القرار النهائي من فيوتشر لانتقال اللاعبين والمطالب المالية. في حال انسحاب النادي الأهلي من لعب السوبر أمام الزمالك، تنص اللائحة على عقوبة الأهلي بغرامة مالية مليون جنيه واستبعاد موسمين من لعب مباراة السوبر. اتحاد الكرة يقترب من اتخاذ القرار بتعيين حكم أجنبي في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بعد الحكم القضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك. ميدو: أتمنى يترشح حازم إمام لرئاسة الزمالك وفوزه يتوقف على المنافسين الذي سيترشحون أمامه. حازم يمتلك كل المقومات ولو حصل على المساندة من جميع الجهات واختار الأشخاص المناسبين للعمل معه سينجح وسيكون رئيسا مشرفا لنادي الزمالك. بعد واقعة اعتدائه على زميله في الفريق لوروا سانيه، ساديو ماني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال بشكل طبيعي. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.